بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اعمل لكم فطيره مشلتته حلوه كده. طريقه سهله جدا جدا، يعني مش اسهل منها. هعمل عباره عن اي كميه دي انت عايزاها، يعني اي كميه. مش انا حطيت هنا كوبايتين دقيق، وبتحطي ملح حسب الرغبه وحبه وشويه سكر، وبتعجني بالماء تدريجيا. انا عندي هنا كوبايتين دقيق. هحط مثلا كوبايتين دقيق حوالي نص معلقه ملح مثلا صغيره، ومعلقه سكر كبيره. وفي كمان نص معلقه خل، يعني حاجه بسيطه جدا عشان بتحسن من الدقيق اثناء الفرد. بعد كده هنخلطهم طبعا مع بعض الاول، وبعدين هنعجن بالميه تدريجيا، شويه صغيرين بشويه صغيرين، وهي بتاخد عجن كتير. يعني احنا هنعجن متستعجليش وانت بتحطي الميه. ولو حتى لو انت حطيتي ميه كتير زودي دقيق، هو مش بيبقى له كميه يعني معينه. لو العجينه طلعت بتلزق منك وسايحه ممكن تزودي دقيق، مش مشكله خالص، عادي. هي يعني هو الفطير المشلتت ده حاجه يعني سهل جدا، وان شاء الله نعمله على البوتاجاز كمان، مش هندخله الفرن، لان اللي بيبقى على البوتاجاز ده بيبقى طري شويه عن اللي بيتحط في الفرن، يعني بيبقى احلى. هنا العجينه لمت معايا اهي، يعني هي لسه بتلزق بسيط في ايدي، بس هي مع العجن هتبطل تلزق. انا هحطها على الترابيزه. دلوقتي العجينه لمت معايا اهي خلاص، هي خدت حبه الميه، يعني كوبايه ما كملتش، يعني حوالي 3/4 كوبايه ميه تقريبا، حسب برضو مش شرط معايا زي معاكي، يعني حسب نوع الدقيق. دلوقتي احنا هنبدا بقى نعجن فيها، يعني مثلا بتاع 10 دقايق كده. وانتي بتعجني بتعملي هنا من الناحيه دي كده، تعملي كده اهو عشان الجلوتين يشتغل. انا ما زلت بعجن، تحسي ان العجينه كده بتفرقع بتطلع فقاقيع كده تعرفي انها تقريبا خلاص، يعني ترقع في ايديكي، تنعم كده، وبتحسي انها بتبقى مطاطيه اكتر. دلوقتي كده العجينه خلاص، انا هحط لها يعني رشه زيت كده بسيطه واعجنها. ده بعد ما العجينه خلصت خالص وعجنتها 10 دقايق، هحط لها رشه زيت وهعجنها. خلاص هي العجينه كده خلاص، يعني بقت ناعمه خالص اهي وجميله كده. ابدا بقى ارش ادهنها زيت كده كويس، وادهن الطبق اللي انا هحط فيه. وبعدين احطها كده واغطيها بورق بلاستيك فيلم، واسيبها ساعة على الاقل، اقل حاجة ساعة. طبعا كل ما بتسيبها بيكون احسن. يعني هنسيبها مثلا ساعة او ساعة ونص كده ان شاء الله. دلوقتي انا سبت العجينة مدة ساعتين تقريبا. وانا دلوقتي عندي زبدة بتكون في حرارة الغرفة. ممكن في ناس بتستعمل مارجرين، بس ده طبعا ده بيورق اكتر، بس ما انصحش بيه لانه هو مش مفيد، يعني مش صحي. فالزبدة دي او الزبدة البلدي احسن. وعندي زيت عشان هفرد بيه، ممكن برضو تفردي بدقيق او بزيت زي ما انت عايزة، بس الزبدة دي عشان هندهن بيها الوش. وهي الكوبايتين دول هيعملوا حوالي فطيرة. مثلا لو عايزة فطيرتين صغيرين ممكن تقسميها على 2، عايزة فطيرة معقولة يعني متوسطة خليها زي ما هي.
نبدأ نشوف بقى ازاي هنفرد. هحط زيت على السطح اللي انا هفرد عليه وادهنه كويس، بدهنه. بعد كده بروح واخده العجينه كده احطها. كل ما كانت مرتاحه كل ما كانت ايه كل ما العجينه كانت مرتاحه كل ما بتفرد معاكي بالراحه كده زي ما احنا شايفين كده. نفرد على قد ما نقدر. تبدأي من النص للأطراف، تحاولي توسعي وحاولي تخلي الأطراف يعني متبقاش ايه تخينة. حسيتي انها افردي كل ما تدهني زيت من تحت عشان تجري معاكي كده. لو اتقطعت كده مش مشكلة برضو، هي كلها تلم على بعض. انا وصلت لمرحلة قد ايه يعني من الفرد. بحاول ارقق قدر الامكان، افرد. كل ما بنفرد تفرد معانا. شايفين العجينة يعني بقت رقيقة جدا جدا، نزلت حتى على الترابيزة. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هندهن بقى هندهنها كلها سمنة بتاع ده، زبدة. احط عليها زبدة كده، كل ده احط عليه زبدة. بلاش زبدة سايحة، مش عايزينها سايحة، عايزينها بحرارة الغرفة تكون احسن. ليه بقى انا بحطها سايحة؟ بحس ان الفطير بيبقى كده مش طري، مش حلو من جوه، بيبقى ناشف. اما بحطها متجمدة كده بتبقى احسن. ندهنها طبعا، مفيش كمية محددة، انتي بتدهني زي ما ادهني بقى كده، يعني مفيش كمية زبدة محددة. في كذا طريقة للفرد بتاع لتطبيق الفطير، يعني دي واحدة منهم ودي تقريبا اسهل واحدة، نجيب معاكي نتيجة حلوة يعني. في المهم احنا دلوقتي هنحاول بقى ايه نلم الفطيرة، نلم كده. واهم حاجة اننا يكون في زبدة بين الطبقات، يعني الحتة اللي انا هطويها لازم احط تحتيها زبدة يعني كده. انا حطيت الحتة دي ما فيش فيها زبدة، فانا هبدأ ايه احط هنا زبدة كده، ادهنها. وبعدين اجيب الناحية التانية، خلاص انا دهنتها كده، اجيب الناحية التانية على دي اهي كده كده اهو، اهي كده. حاول تخليها مفرودة يعني. وبعدين ادهن برضو هنا زبدة. بتاخد زبدة، لازم الفطير المشلتت يتحط له زبدة كده كتير. وبعدين بناخد هنا دي مثلا نجيبها كده. كل الطيات اللي احنا بنعملها دي كلها توريقات، كل ما بتطوي اكتر كل ما هي دي الفكره بتاعت الفطير، ان انت كل ما بتطوي العجينه كل ما بتعمل معاكي توريق اكتر. وادي هنا دي على دي برضو، اديني برضو. وبعدين بنجمع دول كده 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 اها، ونلمها نعملها كورة. لو في هنا حاجة كده يعني بالونة ولا حاجة. بعد كده هناخد الكورة دي وهنحطها
في اي طبق او حاجه، ونسيبها بقى ايه ترتاح شويه. ويا حبذا بقى لو انت ايه، لو في هنا بالونات حاجه كده حاولي تفتحيها، يعني اي في هوا اي حاجه افتحيه بالسكينه او بايدك كده. خلاص كده احنا ايه هناخدها بقى كده نحطها في طبق او في اي حاجه او في صينيه او في اي حاجه، وممكن ندخلها التلاجة يعني ربع ساعه كده. وبعد كده نبدا ايه نفردها. كل ما بتريحيها كل ما بيبقى احسن. احنا هنسيبها في التلاجة شويه، نحطها في التلاجة الزبده تمسك شويه جواها، وهنسيبها وبعد كده نرجع نفردها. دلوقتي انا هبدا افرد الفطيره. لو لقيتيها لسه عامله معاكي وبترجع تاني وبتفرديها وبترجع تاني، سيبيها برضو شويه وهكذا. طبعا انتي بتتحكمي في السمك بتاعها، عايزاها تخينه عايزاها رفيعه زي ما انتي عايزه، وتفضلي تفردي فيها لحد ما توصل الى الايه الدايره اللي انتي عايزاها. فانا طبعا بحبها ايه، انا مش بحبها رقيقه، انا عايزاها تبقى محمله كده. هي كده انا فردتها اهو كده. طبعا انت لو عايزه تفردي اكتر افردي، بس هي كده حلوه يعني. هي بالنسبه لي كده كويسه قوي، سمكها معقول يعني اهي. مش عايزاها رقيقه قوي عشان انا عايزاها ايه تبقى محمله. هي ايه انا ممكن احطها بقى على الفرن كده، بس المفروض الاول كنت دهنت الصينيه سمنه واحطها على قصدي على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، وهدي عليها وكده. بس انا عندي هنا جريلا هقلبها على الجريلا، بس الاول هدهنها ايه، ادهن الوش هنا قشطه، وبعدين اروح قلبها على الجريلا واسيبها شويه كده. القشطه اللي هي من وش اللبن او قشطه العلب، او دهنيها سمنه او زبده يعني زي ما انت عايزه. ده بيخلي وشها حلو يعني بيديها. هقلبها بقى بعد كده، اخدها كده. الجريلا هنا انا مسخناها جدا يعني سخنه جدا، انا هاخدها كده بحالها كده وهقلبها على الجريلا. بسم الله. واغطي عليها وايه هي هتنزل طبعا، فانا ايه هسيبها واغطي عليها وهدي عليها وهسيبها تتحمر. خليها مغطيه كده. لا انا قلبتها الناحيه التانية، وبعد برضو ما دهنتها قشطه واسيبها شويه. دلوقتي هنا الفطيره خلصت خلاص الحمد لله. انا زي ما انتم شايفين كده يعني عامله ازاي زي الفطير الفلاحي بالظبط يعني. هو انت لو عندك صينيه تيفال مش بتلزق، حطي فيها زبده او حطي القشطه دهنيها وحطي الفطيره فيها او افردي فيها الفطيره وحطيها على البوتاجاز وهدي عليها البوتاجاز، وبرده غطي عليها وهدي عليها البوتاجاز. بس انا عشان الصينيه كانت ألمونيا فبتلزق، فانا حطيتها على الجريلا. لكن انت ممكن تدهني الصينيه زبده وتحطي وتفردي فيها الفطيره وتحطيها على البوتاجاز وتغطي عليها وتهدي عليها البوتاجاز، وبعدين تدهني الوش التاني وترجعي تقلبيها على الناحيه التانيه. فبتبقى جميله كده. شوفوا عامله ازاي، اولا مقرمشه اهي، وشوفوا من جوه عامله ازاي زي الفطير اللي هو زي الفطير الفلاحي، مورقه اهي وجميله نفس الفطير الفلاحي اللي احنا بنشتريه، مستويه خالص اهي من جوه مش وطريه وحلوه قوي، طعمها حلو جدا. طبعا ممكن تحطي زبده سمنه. طبعا الفطير المشلتت ليه يعني طرق كتيره جدا للتطبيق بتاعته، بس دي اسهل طريقه بالنسبه لي انا. في بقى ايه ممكن بتعملي كور، بتقسمي كور وتحطي كوره جوه كوره ومش عارفه ايه، دي بطريقه برضو. بس انا بحب الطريقه دي لانها سهله جدا. يا رب تعجبكم، بالهنا والشفا.